ازيكم؟ معاكم ادري. اتمنى اللي بتتفرج على الحلقه دي على اليوتيوب تعمل لايك شير سبسكرايب وفعل الجرس وشير كل جديد، ولو بتتفرج على التيك توك تعمل لايك وفولو شير، وفي الحالتين تكمل الحلقه الاخر عشان تتابع المحتوى. مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا حديث يعلو عن مباراة القمة النهاردة يوم الاثنين الموافق 15/4/2024. مباراة من العيار التقيل جدا جدا جدا. الزمالك داخل فايق ومعاه سكواد كامل، الأهلي داخل عايز بقيادة كولر يأكد الريادة بتاعته على الزمالك في الفترة اللي فاتت كلها. كل مباراة اللي هو لعبها الأهلي لعبها بقيادة كولر كسبها، بس المشكلة إن الأهلي يومين اللي فاتوا بيخرف. وفي غيابات موجودة في الأهلي وفي الزمالك، يعني مش عارف. بس مثلا عندنا مثلا في الزمالك عندنا الغيابات في محمد صبحي مزق في العضلة الضمة، محمود علاء جزع في رباط الكاحل، عبد الشافي وحمدي الونش طبعا رباط صليبي، يوسف اوباما جراحة في الفم، ابراهيم النضاي محمد عاطف مهاب ياسر محمد اشرف روق او زياد كمال لاسباب فنيه، شيكابالا لعدم الجاهزيه البدنيه. والخساره الكبيره بالنسبه للزمالك بالنسبه لي كان هو شيكابالا ومعاه مصطفى شلبي اللي برضه لعدم الجاهزيه الفنيه. دي غيابات الزمالك، وبالتالي انا اتوقع التشكيل اللي هيبقى موجود مع الزمالك النهارده اللي جوميز هيحطه: محمد عواد حراسة المرمى طبعا لا خلاف عليه. الدفاع هيبقى عمر جابر باك يمين، احمد فتوح طبعا باك شمال لا خلاف عليهم. قلب الدفاع حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي. دول كده الاربعه اللي في الظهر مقفولين ضبه ومفتاح. الفكره كلها في الثلاثه اللي قدام خط النص، على حسب ما جوميز عايز يعمل ايه. عايز يمسك الملعب ويهاجم، ولا يمسك الملعب ويقفل ويلعب على هجمات مرتده على زيزو وناصر ماهر مثلا. هنشوف الخط الهجومي، بس نتكلم في خط النص. خط النص بالنسبه لي طبعا هو رقم واحد عنده نبيل عماد دونجا، هيلعب رقم واحد. جنبي توقعنا الشخصي افضل واحد المفروض يلعب محمد شحاته. محمد شحاته لعيب فت، هيعرف يقفل خط الملعب مع دونجا بشكل كبير جدا، وعنده رؤيه كويسه جدا للملعب. قدامهم هو هيلعب بمين؟ بالنسبه لي انا هيلعب بعبد الله السعيد مركز صانع الالعاب عادي جدا. مش هيلعب باحمد حمدي، هيخلي احمد حمدي سبير، دي وجهه نظري. وبالتالي الثلاثه اللي في الهجوم، لان هو مصطفى شلبي طبعا مصاب فما عندوش حد ناحيه الشمال، هيلعب ناصر ماهر اللي بيجربه بقاله مباراتين ناحيه الشمال. ناحيه اليمين لا خلاف على احمد سيد زيزو. الفكره كلها في الهجوم، اعتقد ان هو هيبتدي الماتش دوت بسامسون اكينولا اللي بدا يثبت نفسه في الزمالك. اللعبه كلها في الثلاثه بتوع نص الملعب زي ما قلت: دونجا جنبيه شحاته، قدامهم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هيبقى البديل بتاعه احمد حمدي لما هينزل الشوط الثاني، لان طبعا نظرا ان عبد الله السعيد سنه لا يسمح انه يلعب 90 دقيقه، ولو لعب 90 دقيقه هيبقى مش عارف هيبقى كويس جدا مع الفريق ولا لا، بس هو كده هيبقى عنده سبير ليه كويس جدا. في سيف فاروق جعفر اللي رجع تاني القائمه اخيرا، بس انا ما افتكرش ان هو هيرسك ويلعب بيه لانه بقاله فتره طويله جدا ما بيلعبش مع الزمالك في اي حاجه. فالبديل الرئيسي لعبد الله السعيد في المركز دوت هو هيبقى احمد حمدي. مشكلتهم لو ناصر ماهر حصل له حاجه خلال المباراه ناحيه الشمال، مين اللي هيلعب ناحيه الشمال؟ هتبقى هي دي التركه اللي موجوده عند الزمالك. هنشوف تشكيله الزمالك ساعه المباراه الفعليه، ويعني اطيب التمنيات ليهم. بس انا كاهلاوي طبعا اتمنى فوز الاهلي، وهقول لكم توقعي في اخر الفيديو. نيجي بقى على الناحيه الثانيه للاهلي. الاهلي عنده كتيبه غيابات يعني فوق رائعه. نبتدي بمين؟ عندنا الشناوي طبعا، حمزه علاء ما اقدرش اقول عليه حاجه مؤثره. ياسر ابراهيم اساسي، مروان عطيه اساسي، بيرستاو اساسي، امام عاشور، اليو ديانج، دول كلهم اساسيين. وكريم فؤاد، كريم فؤاد اللي استبعاد فني ده غريب جدا 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 بالنسبه لي. انت واحد ما عندكش حد في الجنب اليمين خالص دلوقتي غير طاهر محمد طاهر. لو حصل له حاجه هتلاعب مين يمين؟ ما تقوليش ان انت هتلاعب رضا سليم زي الماتش اللي فات، اللي هو كده انت بتضيع الواد. رضا سليم انت جايبه وينج شمال، هتلعبه ازاي يمين؟ انا مش عارف، فهنشوف. وبالتالي بالنسبه للاصابات اللي موجوده قدامنا ديت او الغيابات اللي موجوده، توقعي لتشكيل النادي الاهلي هيبقى التالي: محمد مصطفى شوبير طبعا حراسه المرمى لا خلاف عليه. قلبين دفاع ما عندناش غيرهم، هو عبد المنعم وجنبيه رامي ربيعه. ما افتكرش ان هو هيرسك ويلعب محمود متولي خالص في المباراه ديت، فهم الاثنين قلبين الدفاع عبد المنعم ورامي ربيعه. باك شمال اعتقد انه هيبتدي بكريم الدبيس ويخلي علي معلول احتياطي، لان هو برده بقاله كذا ماتش ما بيلعبش، الا اذا فاجئنا ونزل بعلي معلول. بس انا اتوقع لو علي معلول مش فت ما يفضلش ده بيه، لا انا اخلي كريم الدبيس يبدا. الواد فت هيقدر يجري شويه ويجاري جري احمد سيد زيزو اللي هو هيبقى خطر جدا علينا في الجنب دوت، سواء علي معلول لعب سواء الدبيس لعب. يعني في الحالتين احمد سيد زيزو اخطر من الاثنين حاليا
علي معلول مش فت، وكريم الدبيس مش في نفس الخبره بتاعت احمد سيد زيزو. نيجي للباك ده الباك الشمال بالنسبه لنا، اللي هو الباك الوينج اليمين بالنسبه للزمالك. الباك اليمين بقى بالنسبه للاهلي، انا اتمنى يلعب بعمر كمال عبد الواحد، ما يلعبش محمد هاني. عمر كمال عبد الواحد نزل ماتش زد، احنا شفنا عمل ايه، كميه عرضيات على ناس مهاجمين، على راس المهاجمين اللي هم بيضيعوا طبعا، ما لهمش اي فايده، بس بيعمل حاجه على الواحد في واحد بيعرف يعدي. وخصوصا ان الجنب ده بالنسبه للزمالك هيبقى الاضعف برضه. ناصر ماهر ما بيلعبش على عدلته، وما فيش حد بديل لناصر ماهر. هيبقى الخطوره في مين؟ في احمد فتوح اللي بيطلع وبيسيب مكانه فاضي نوعا ما. حسام بيحاول يقفل وراه، او دونجا هيحاول يقفل وراه، بس هيبقى ده الجنب الاخطر للاهلي نوعا ما. فعمر كمال عبد الواحد اعتقد ان هو لازم يقدر. نيجي برضو لنفس القصه، الثلاثه بتوع نص الملعب هي نفس الازمه اللي في الزمالك، او نفس التريك اللي في الزمالك. ما عندناش حل غير كوكا والسوليه و اسمه ايه ده، اكرم توفيق ونيدفيد وقفشه. الخمسه دول هم اللي في نص الملعب عندنا. انا بالنسبه لي ايه، مين افضل ثلاثه يلعبوا؟ السوليه جنبيه كوكا، قدامهم قفشه. الثلاثه بيلعبوا بقى لهم فتره، السوليه وكوكا وقفشه. اكرم توفيق ما بيلعبش بقاله فتره طويله، ونيدفيد ما بيلعبش بقاله فتره طويله. فانا بالنسبه لي كوكا جنبيه السوليه، وقدامهم قفشه، واضحه وصريحه. قفشه بيقدر يعمل لعب، بيعرف يفتح لعب للناس. وينج يمين ما عندناش غير طاهر محمد طاهر للاسف. الوينج الشمال هيبقى رضا سليم اساسي، والحمد لله ان عندنا بديل احمد عبد القادر. الهجوم فيه كهربا وفيه وسام ابو علي، اتمنى يبدا بوسام ابو علي ويديله بقى فرصته من الاول، لان كهربا كل الماتشات اللي فاتت كل الفرص السهله اللي جات له كان بيضيعها، والماتش ده مش ناقص ان انت تضيع اي فرصه. وبالتالي كده دي التشكيله الامثل من وجهه نظري، سواء للزمالك سواء للاهلي، وبرده مع كامل التمنيات لفوز الاهلي بقى المره دي. اتمنى ان الاهلي يفوز، اتمنى ان الزمالك يقدم مباراه طيبه، بس اتمنى فوز الاهلي لان انا بشجع الاهلي في الاول وفي الاخر. وجهه نظري الماتش ده ممكن يطلع للاسف مش عارف اقول لكم ازاي يعني، بس يعني ممكن يطلع فوز الزمالك. الزمالك عالي جدا 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 فنيا الفتره دي، وده ليه؟ لو كولر خرف الزمالك هيكسب. كولر لعب اللعب بتاعه المعتاد اللي هو الواضح والصريح، لا الاهلي هيكسب. مش هيبقى الماتش ده ما توقعش ان هو هيتعادل، يعني توقعي لو كولر خرف الزمالك هيفوز. كولر لعب باللعب اللي انا بتكلم عليه من وجهه نظري الفنيه المتواضعه، وما عملش التخريفات اللي كان عاملها زي الماتش اللي فات. عشان الناس بتقول لي طب وانت هتعدل على كولر؟ لا، بس كولر الماتش اللي فات كان ملاعب رضا سليم يمين وملاعب طاهر شمال، اللي هم لا ده عدلته ولا ده عدلته. فبالتالي احنا الماتش احنا شفنا اللي حصل ايه. لكن لو لعب باللعب الصح، كل لعيب في مركزه وفي مكانه صح، لعب بقفشه ما استناش بيه لغايه الاخر، لا الاهلي هيكسب. المكسب هيبقى في رينج كام؟ سواء ده 1-0 2-1، هو رينج جون، مش هيبقى حاجه مفتوحه قوي، لان الفرقتين نازلين متحفزين جدا، والاثنين عايزين مكسب فني تقيل. الفيصل في الاثنين خط النص وان الدفاع يبقى فايق. واحنا مشكلتنا في الدفاع وفي وجود رامي ربيعه بصراحه. ياسر ابراهيم فارق معانا جدا جدا جدا. بس كده يا صديقي، قول لي رايك ايه في التشكيلتين، وقول لي انت توقعك ايه للمباراه، وبتتمنى فوز مين، وبتشجع اهلي ولا زمالك. وفي كل الاحوال لازم كلنا نفتكر التشجيع لاي فريق من الفرقتين. شجع فرقتك بكل احترام، مالكش دعوه بفريق المنافس. الكسبان هنقول له الف مبروك، الخسران نقول له هارد لك. نتمنى ان التشجيع يرجع زي زمان، انت بتشجع فرقتك لغايه اخر لحظه ووراها، ومالكش دعوه بفريق المنافس. عايزين نشجع باحترام عشان المدرجات بتاعتنا ترجع زي زمان. مفيش حاجه تفرق ما بين الناس عشان ماتش كوره في الاول وفي الاخر. واخيرا يا ريت ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يثبتهم، ربنا ينصرهم، ربنا يحفظهم ويحميهم. بس كده يا صديقي، سلام.